واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى في ريفيو جديد. وزي ما انتم شايفين النهارده هنتكلم عن كريمات الترطيب بتاعه اوريفلام. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا اقول لكم رايي ايه في الكريمات دي. زي ما انتم شايفين النهارده هتكلمكم عن كريمات ترطيب الايد بتاعه اورفلام. عندنا الكريم اللي بالخوخ، وعندنا اللي بجوز الهند، وعندنا اللي بالافوكاتو. بالنسبه لي هما التلاتة ترطيبهم مقارب جدا، بس نقول ان الافوكاتو اكتر ترطيب فيهم. بالنسبه للريحه فانا حبيت ريحه الخوخ اكتر، لانها ريحه مش متعارف عليها في كريمات الايد. انا سيلز ليدر في شركه ايفن، وبرده عندنا في ايفن بينزل كريمات ترطيب روايح حلوه جدا. وكان في كريم برضو بريحه الموز انا كنت بحبه جدا لان ريحته مسكره، فكريم الخوخ برضو في نفس الريحه المسكره الجميله دي. وجوز الهند، ريحه جوز الهند، وجوز الهند المسكر الجميل. اما الافوكاتو فهو ريحته افوكاتو بس مش مسكره، فعشان كده ده اقل واحد فيهم بالنسبه لي في الريحه، معجبنيش. بس ده اكثرهم ترطيب، يعني اللي بيدور على الترطيب انصحه بالافوكاتو جدا. اما اللي بيحب بقى الريحه ويفرق معاه مع الترطيب الريحه، فانصحه يا اما بجوز الهند لو بيحب ريحه جوز الهند، او اللي بالخوخ. تعالوا اوريكم ترطيبهم. طبعا هم حجمهم 75 ملي زي ما انتم شايفين، كلهم نفس الحجم. شكل العبوات مبهج جدا. العبوه بتتفتح كده بالشكل ده، مش بتتفتح بالتكه كده زي الكريمات بتاعه سوفت كير. انا كنت عامله عنهم ريفيو برضو، اللي هم بالمكاديميا، برضو ترطيبهم رائع جدا جدا، ولما بينزل عليهم عروض بجيبهم على طول. ولكن انا الحاجات اللي حببتني في الكريمات دي هي روايحها وترطيبها، وكمان البشره بتمتصها بسهوله. يعني لما بتحطيها على ايدك، هوريكم دلوقتي انا بس هوريكم الفرق بين كل واحد فيهم في القوام. لكن احنا بقى اتكلمنا عن الريحة واتكلمنا على الترطيب، انا هوريكم قوام كل واحد فيهم شكله ايه. يعتبر الجوز الهند والخوخ متقاربين، لكن الافوكاتو تقيل شوية وترطيبه ممتاز. التلاتة بصراحة ترطيبهم ممتاز. دلوقتي هنعمل كوكتيل بقى، يعني هنعمل كوكتيل جوز هند وخوخ وافوكاتو، بس انا حابة ان انا اوريكم التلاتة قوامهم جنب بعض عشان انتوا تشوفوا بعينيكوا الفرق. اهو بصوا، حتى بصوا ده، شوفوا ده نازل ازاي، ولكن دول نزلوا سموث كده شبه اللوشن، لكن ده بصوا نازل زي ما يكون اتقل سنة. ترطيبه فوق الرائع. هو لو كان بس ريحته مسكرة شوية كان بالنسبة لي هيبقى افضلهم، لكن انا بميل عموما للروايح المسكرة. لكن الناس اللي ما بيفرقش معاها الريحة بقى يعني ارشح لها الافوكاتو جدا. بصوا البشرة بتتشربه بسرعة جدا. طبعا انا حاطة كمية كبيرة، انا بس بوريكم فرق. بصوا اخفهم اللي بالخوخ، شايفين البشرة بتمتصهم بسرعة جدا جدا جدا. احنا لو عملنا كده اهو في منت، البشرة امتصتهم في منت زي ما انتوا شايفين. مش عايزة اقولكوا بقى جمال الريحة، انا عملتهم كوكتيل على بعض، فالريحة واو الريحة حلوة، ريحتهم حلوة، بس انا بحب احط كل واحد لوحده. سواء الخوخ بالنسبة لي ده اكتر واحد فيهم بحبه، بحب ريحته لان بحب الريحه الفكاهيه زي ما قلت لكم. وانا كده كده من عشاق جوز الهند، فعجبتني ريحه جوز الهند، لان ريحه جوز الهند بتختلف من كريم للتاني. يعني احنا عندنا في ايفون ريحه كريم الترطيب بتاع الايد اللي بالجوز الهند مختلفه تماما عن الريحه بتاعه اورفلام. مسكره شويه. اما بقى اللي بالافوكاتو فترطيب بقى مركز، يعني اكثرهم ترطيب. انا بصراحه بحب ارطب بيه القدم اكتر حاجه، يعني اكتر من الايد. ده كان الريفيو بتاعنا النهارده، اعتقد ان هم متوفرين الشهر ده.
وبسعر كويس. انا مش متابعه بصراحه عروض اورفلام قوي زي عروض ايفن، بس انا لما لقيتهم في الكتالوج حبيت ان انا اقول لكم رايي وافيدكم بيه عشان كل واحد يقدر يختار الحاجه المناسبه ليه. اتمنى يكون الريفيو افادكم. لو حد استخدم اي نوع منهم يقول لي رايه في التعليقات تحت ايه، يقول لي انه اكتر واحد فيهم حبه سواء ريحه او ترطيب. ده كان الريفيو بتاعنا النهارده، اتمنى اكون افدتكم ولو حاجه بسيطه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديوهات حلوه كتير وفيديوهات احلى على خير. باي باي.